الجزائري عبد المجيد تبون قال في آخر حوار له أنه لن يسمح بانهيار الدولة التونسية، وأشار إلى أن التجاذبات التي تقع حاليا بتونس ما هي إلا جزء من الديمقراطية. تعليقك دكتور؟ كل ساعة من نصبك وليا على تونس؟ كلاب الجزائر، عندك عمل كبير. من نصبك على تونس؟ تونس دولة موجودة حتى قبل دولة الجزائر، وتونس دولة يعني لها أسسها ولها مقاومات ولها شعبها يحميها. شو دخلك أنت بالموضوع؟ هي تريد ابقاء الدكتاتوريه الموجوده الان في تونس وتدعم هذه الدكتاتوريه وخايفه على هذه الدكتاتوريه ان تسقط. ستسقط هذه الدكتاتوريه في تونس، سنسقطها احنا التوانسه، ولن يستطيع احد انقاذها، لا انتم ولا غيركم. وانا احيي هنا المغاربيه والشعوب العربيه اليوم مهمتها الاساسيه هي التحرر من الاستعمار الداخلي. نعم دكتور، أصبحت الجزائر فعليا الجدار المتين الذي استند عليه قيس سعيد بكل ثقله منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية. ما هي قراءتك لهذا الدعم؟ السلام عليكم الاخوان، نتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. اخوان ديالي اليوم غادي نمشيو نشوفوا واحد اللقاء ديال منصف مرزوقين الرئيس التونسي السابق، وكيفاش يهضر على تبون وعلى التدخل ديالو في تونس، وكيفاش انه باغي يرد تونس ولايه جزائريه، وتهضر على قيس سعيد وكيفاش غادي بالبلاد الى غادي بتونس الهاويه، وتهضر على المغرب وتهضر على شمال افريقيا بصفه عامه. المهم الاخوان ديالي نمشيو نشوفوا الفيديو، ما نطولش عليكم ونتلاقاو في الاخر ديالو. والى عجبكم الفيديو ديالنا ما تنساوناش من الشجاع اشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا دائما. يلا نمشيو نشوفوا الفيديو ونتلاقاو في الاخر. دكتور مرزوقي، تغيرت كليا في عهد الرئيس قيس سعيد. دعنا نبدا بالعلاقات المغربيه عفوا الجزائريه التونسيه. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال في اخر حوار له انه لن يسمح بانهيار الدوله التونسيه، واشار الى ان التجاذبات التي تقع حاليا بتونس ما هي الا جزء من الديمقراطيه. تعليقك دكتور؟ كل ساعة من نصبك وليا على تونس؟ كلاب الجزائر، عندك عمل كبير. من نصبك على تونس؟ تونس دولة موجودة حتى قبل دولة الجزائر، وتونس دولة يعني لها أسسها ولها مقاومات ولها شعبها يحميها. شو دخلك أنت بالموضوع؟ لكن المصيبة هو أنه يعني هذا النظام الجزائري يعني دائما وأبدا يتدخل في شؤوننا. احنا عمرنا ما دخلنا في شؤون الجزائر ابدا، لكن هذا النظام يتدخل في شؤوننا بدون استمرار. انا اقول لك انه هذا ليس سر، انهم يعني حاربونا بكل الوسائل في ابان الثوره، وكان واضحا بالنسبه لهم انه لا سبيل انه تنجح الثوره الديمقراطيه في تونس، ويعلم الله قداش مشيت لهم يا ولدي احنا اخوات، احنا كذا احنا كذا كيف يعني واضح انهم كانوا بالنسبه لهم هذه ثوره تونسيه يجب ان تخمد، لا مجال ان تقوم ديمقراطيه في تونس. وواضح انه بالنسبه لهم كان يمكن ان تكون العدوى، بين قوسين كانوا على حق. فكانت العدوى طبعا كانوا على حق، يعني كانوا على حق، والدليل على ذلك الحراك اللي هو مجرد الصداقه لما وقع في تونس ولما وقع في مصر الى اخره. لكن في اخر المطاف يعني هذه ديكتاتوريه تريد ابقاء الدكتاتوريه الموجوده الان في تونس وتدعم هذه الدكتاتوريه وخايفه على هذه الدكتاتوريه ان تسقط. ستسقط هذه الدكتاتوريه في تونس، سنسقطها احنا التوانسه، ولن يستطيع احد انقاذها، لا انتم ولا غيركم. وانا احيي هنا يعني نضال الشعب الجزائري من اجل الديمقراطيه، واحيي الحراك واتحمل مسؤوليتي في كل ما اقول. هل تظن انه اذا سقطت الدكتاتوريه بتونس سوف تسقط بباقي الدول المغربيه؟ الدكتاتوريات العربيه كلها مؤهله للسقوط، كلها، لانها هي المشكله وليست الحل. الدكتاتوريات العربيه هي اللي دمرت هذه الامه. احنا امه ب 400 مليون نسمه، كان المفروض ان نكون امه صانعه للتاريخ، احنا امه ضحيه هذا التاريخ، لانه هذه الدكتاتوريات الحقيره دمرت شعوبنا، اهلكت شعوبنا، اذلت شعوبنا. واليوم الحرب كما ابائنا واجدادنا حاربوا ضد الاستعمار الخارجي، نحن مهمتنا وانتم خاصه الشباب مهمتكم هو محاربه الاستعمار الداخلي والانتهاء من هذه العصابات التي استولت على الدول، والتي اصبحت اليوم جزء من المشكله، اكبر جزء من المشكله وجزء من الحل. المعركه الديمقراطيه هي معركه كل الشعوب العربيه، المغاربيه والشعوب العربيه اليوم مهمتها الاساسيه هي التحرر من الاستعمار الداخلي. نعم دكتور، أصبحت الجزائر فعليا الجدار المتين الذي استند عليه قيس سعيد بكل ثقله منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية. ما هي قراءتك لهذا الدعم الكلي لشخص قيس سعيد في هذه اللحظة؟ طبعا هذا دكتاتور يعني يجدون فيها أنفسهم ويتمنون، لكن حسب رأيي يراهنون على الحصان الخاص، لأنه هذا نظرا لانه غير سوي وغير كفء هو مجرد كاريكاتور دكتاتور، وبالتالي هم اخطاوا كثيرا في المراهنه على هذا الشخص، وبالتالي لا انا لا استبعد انهم سيراهنون على شخص اخر قد يكون الدكتاتور الحقيقي كما يريدونه، يعني دكتاتور كامل الاوصاف اللي هو قادر كذا 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 كذا. لكن مره اخرى هذه كلها معارك خلفيه. هذه الشعوبنا كلها بعقلها الذكي بوعيها الجماعي
كلها دخلت في المعركة من أجل التحرر من الاستعمار الداخلي، وهذه المعركة لن تنتهي مهما كانت الصعوبات ومهما كانت الهزائم الظرفية إلا بعد أن يتم المشروع، وأن تكون لنا دول قانون ومؤسسات وشعوب من شعوب المواطنين وليس شعوب رعاية. نعم. تواجه خيارات تونس في علاقتها بالجزائر انتقادات عديدة، تتهم طبعا السعيد بالسماح للجزائر بانتهاك سيادة تونس، خاصة بعد تصريح أحد الخبراء الجزائريين قال فيه أن تونس ولاية جزائرية. طبعا. هل النظام الجزائري بالفعل ينتهك السيادة التونسية الداخلية؟ طبعا تحدث عن انتهاك داخلي. طبعا هو الان اصبح يعني كانه اصبح حامي هذه الدكتاتوريه ضد الشعب التونسي. الشعب التونسي هو الذي يقرر من سيحكمه، مش الجزائر. مش الجزائر، مش النظام الجزائري، هو من يقرر. بالتالي اذا كان الشعب التونسي قرر تخلص من ايش دخلكم انتم؟ مش تهاوبوا اموركم، مش دخلكم فينا. يعني هذه يجب ان يكون هناك امور واضحه في ذهن الجميع، انه إذا كان نحبوا إحنا يعني نبنيو يعني علاقات أخوية وكذا كذا، تحترم كل واحد يحترم خصوصية الآخر، وكل واحد يحترم استقلاله. أنا حتى داخل منظومة ديمقراطية لا أتصور اتحاد الشعوب المغاربية إلا في إطار دول مستقلة ونظام ديمقراطية مثل ما هو الحال في أوروبا. أما أنك تجي تتدخل لي في شؤوني، او انك يعني مثل ما عملونا احنا ابان الثوره، يعني وضعوا كل العراقيل في وجوهنا حتى لا نتقدم وكذا وكذا، فهذا يعني غير مقبول. التوانسه مطالبون الان باش يدافعوا على استقلالهم، والان من يهدد هذا الاستقلال هو التدخل الجزائري بدون ادنى شك. طيب دكتور مرزوقي، مؤخرا يعني عدد مجموعة من المعارضين الجزائريين تم اعتقالهم من طرف قوات الأمن الجزائرية داخل الأراضي التونسية وتم ترحيلهم إلى الجزائر. طبعا الآن يعني شيء واضح أنه يعني العلاقات الوثيقة بين النظامين، بين الدكتاتوريتين، واضح أنه يعني شيء لا أستغربه. بين قوسين أنا أريد أن أحيي كل المناضلين الأخوة الجزائريين الموجودين في السجون، هم أيضا أنا أعتبرهم يعني أسرى حرب، واعتبرهم مناضلون، واعتبرهم اشراف، ولا يجب التعامل معهم من منطقه والله مظلومين يجب ان نعيد، لا، من منطقه انهم اسرى حرب من اجل تحرر شعوبنا من الاستعمار الداخلي اينما كان. وبالتالي انا احييهم واحيي عائلاتهم واشجعهم واقول لهم نحن نفخر بكم ونحن معكم، والنصر سيكون لكم مثل ما كان لآبائكم وأجدادكم عندما حاربوا الاستعمار الفرنسي. نبقى في العلاقات الجزائرية التونسية دائما. أنتم بعدما أو حينما كنتم رئيسا للجمهورية التونسية، كيف كانت العلاقة بين السلطة التونسية حينها والنظام الجزائري؟ كانت يعني أنا مشيت الجزائر مرتين أو 3 مرات في عهدك، في عهد يعني لما يعني لما كنت رئيس، يعني مشيت في لما توفى الرئيس أحمد بن بلة، ثم مشيت في زيارة رسمية واستقبلت الأخوة الجزائريين في رسمية وعبد العزيز بوتفليقة إلى آخره. بين قوسين أتذكر أنه لما جاء عبد العزيز بوتفليقة لتونس وبدأ النشيد الجزائري الوطني الجزائري، أنا كنت أغني النشيد الوطني الجزائري، فدهش فقال لي كيف أنت تعرف؟ قلت له طيب يا سيد الرئيس، احنا لما كنا صغار كنا عايشين على صوت المجاهدين وصوت الجزائر وكذا وكذا، بحيث انا تعلمت النشيد الوطني الجزائري قبل ما اتعلم النشيد الوطني التونسي. ولهذا الناس اللي يقولوا انا ضد الجزائر ما همش فاهمين حتى شيء. انا ضد الدكتاتوريه وضد يعني النظام اللي الان يعني يضع المواطنين في السجن. اما الجزائر حبيبتي، الجزائر احنا نحب الجزائريين، نحب المغرب ونحب كذا بكيفيه غير معقوله صح التعبير. لكن رغم كل شيء يعني انا حاولت بقدر الامكان اولا ان احرك قضيه الاتحاد المغاربي، قالوا ستوب لا سبيل اليه، انسى الموضوع. وحاولت ان يعني على الاقل ان احيدهم في قضيه اتركونا في شاننا، احنا لا نريد الا يعني الا تخليص بلادنا من الدكتاتوريه. قالوا لا، باعوا لا وشلونا وكذا، وفي اخر المطاف يعني تدخلوا بكيفيه رهيبه وكانوا من القوى التي اشهدت الثوره. وكأن قيس سعيد فاز بحليف دكتور مرزوقي على حساب الاخر. المغرب وتونس يشهدان علاقات دبلوماسيه متوتره خاصه بعد استقبال قيس سعيد لابراهيم غالي زعيم جبهه البوليزاريو. كيف تقرأ العلاقات الدبلوماسيه المغربيه التونسيه اليوم؟ كارثية بطبيعة الحال، لأنه إذا كان في شيء لن يقبله المغاربة، وهذا ربما النظام الجزائري لحد الآن لم يفهمه، هو أنه نذهب في هذه السردية، أنه هذه كذا، وأنه ستكون هناك دولة سادسة. هذه يعني هذه السردية مرفوضة جملة وتفصيلا، وللأسف الشديد أكبر ضحاياها هم الصحراويين. يعني أنا أعتبر قبول غالي إلى آخره كان يعني نوع من المقايضة مع الجزائريين، أنه ربما هم حتى فرضوا عليه لكي يضعوه في سلة الحرب ضد الحرب بين قوسين أو صراع ضد
ضد المغرب، وكانت كارثه بالنسبه لتونس، لانه احنا طول عهدنا من عهد بورقيبه، عهد بن علي، وفي عهدي انا السياسه في هذه القضيه هو انه احنا هذم اخوه متعاركين، احنا لا ناخذ لا مع هذا لا مع هذا، نحاول رأب الصدع ونحاول تقريبا. وهو يعني خرق هذا المبدا الذي كان دائما مبدا سياسه تونس، فانحاز الى طرف اخ ضد اخ، ويعني العائله تفرقت اكثر، وهي ستبقى متفرقه، لانه للاسف الشديد هذا الاتحاد المغاربي مات نهائيا، ولن يعود الا بعد يعني عوده الديمقراطيه للجزائر، بعد عوده الديمقراطيه للجزائر، وبعد عوده الديمقراطيه لكل مكان. ويعني انا بطبيعه الحال احمل النظام الجزائري الجزء الاكبر من المسؤوليه في ايقاف الاتحاد المغاربي، لكن انا ايضا، وهذه فرصه لاقولها مره اخرى، لا اقبل انه الاخوه المغاربيين، الاخوه المغاربه يعني يدخلوا الذئب الاسرائيلي الى مجالنا، مهما كانت الاخطار ومهما كانت الاسباب. اذا عندك خطا من هنا وخطا من هنا، وشعوبنا هي التي تذهب ضحايا هذه الحسابات الخاطئه. ابدا لم تكن العلاقات المغربيه التونسيه متوتره سابقا، يعني ابدا، حتى انك في عهدك كانت اول زياره لك كرئيس الى المغرب. لا انا بالنسبه لنا، شوف، العلاقات ما بين الشعوب والعلاقات بين دول شيء. العلاقات، المغاربه يحبوا التوانسه والتوانسه يحبوا الجزائريين والجزائريين يحبوا التوانسه، والحمد لله احنا شعوب تحب بعضها اكيد. وهذا الان يعني الصراع هو ما بين الانظمه فوق. انا حاولت بقدر ما كان اني فعلا ارأب الصدع بين النظامين، ثم انه ربما نجتمع مره اخرى وكذا وكذا، فالامور ما تمشي. الان الخطر في الامر هو انه صراع ما بين النظامين الجزائري والمغربي يعني يحتد، واصبحنا داخلين في مسابقه تسلح. شو مسابقه تسلح؟ احنا عندنا مليارات الدولارات اللي ننفقها في شراء الطيارات الامريكيه وطائرات كذا، ولا في اخوان كما شفتوا كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. شفتوا معنا منصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، كيفاش تهضر على الجزائر وتونس والمغرب وشمال افريقيا بصفه عامه، وعلى الاوضاع كيفاش ولات، وتونس كيفاش ولات تحت الحكم ديال قيس سعيد، وكيفاش الجزائر تتدخل او لا ماشي تتدخل في تونس، ولات باغا تردها ولايه او لا حديقه خلفيه ديال الجزائر، وبزاف ديال المواضيع اللي كما شفناهم. وكما تيهضر منصف مرزوقي على الاوضاع في تونس كيفاش ولات، وكيفاش غادي قيس سعيد بتونس الى الهاويه، والطريقه اللي تيدير بها البلاد واللي ما تتبشرش بالخير، وتيطالب من التونسيين كيفاش ينوضوا ويحيدوا هاد قيس سعيد. المهم الاخوان ديالي حتى لهنا غادي نقول لكم الفيديو ديالنا ديال اليوم سالا. نتمنى نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ما تنساوناش مشاهدين واشتركوا معنا في القناه، فعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا دائما. دمتم في رعايه الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.